إذا وجدت إنسان ينصحك بقسوة، شاد عليك في النصيحة شوي، يعني جاب اللي وراه ودونه، لا تقول وش دخلك فيني يا أخي، قصر صوتك، مالك شغل، أنا أسوي اللي أبي، أو تزعل منه وتاخذ موقف. إذا أسديت لك أنت نصيحة حتى لو كان فيها شوية شدة لا تردينها، والله أن هالإنسان اللي ينفعل أو هالإنسانة في طريقة نصحه وتوجيهه لكم إنه يحبكم ويحب لكم الخير، فلا تقاطعونه، خله يسترسل، اتركيها تكمل، لأنهم ما أرادوا إلا مصلحتكم. هذه النصيحة تراها جت من قلب، نصيحة بعمق وبمحبة. اي والله، يعني لا تكونون مثل ذاك اللي يصحيه المنبه كل يوم للصلاة، كسر المنبه، المنبه ما له ذنب إلا أنه صحاك فقط. المنبه هذا أزعجك، صحاك من عز نومك، لكن لشيء أعظم وأكبر. أحيانا نحتاج في حياتنا أحد ينبهنا، يقول الخطأ خطأ ويقول الصح صح، ويعلمك وش التجاوزات اللي عندك حتى لو كان في قسوة. استمعوا له، أنصتوا له. في ناس يرسلهم الله رحمة لنا، تنبيه، ترى مو بلازم تعرفه، يمكن يكون ما حد عابر في حياتك أو في حياتك أنت بس.